احنا موجودين فين دلوقتي؟ موجودين في متحف القوات الجوية اللي في صلاح سالم. تحفة مبهرة جميلة موجودة، سهل جدا انك تجيب اولادك هنا ويستمتعوا ويشوفوا عظمة وجمال بلدهم. الله على الجمال. دي كلها طيارات حقيقية موجودة هنا في متحف القوات الجوية. احنا دلوقتي داخلين للقاعة الداخلية اللي هننبهر كلنا بعظمة وحلاوة وجمال المكان. تخيلوا احنا دلوقتي اهو داخلين. اول ما تخش هنا في طبعا استعلامات، وفي اول حاجة بنبتدي بيها هو ماكت بيوضح المكان بالطيارات بالخضرة باللاندسكيب. كلنا بنبقى ماشيين على طريق صلاح سالم وبنشوف المنظر المبهر ده، بس مش متخيلين ان احنا نقدر نخشه. لا، انت تقدر تخش هنا وتجيب اولادك ويستمتعوا ويعرفوا ونسور السماء اللي موجودين هنا بطياراتهم بكل حاجتهم اللي شاركت في حماية سمائنا من فوق. اتفرجوا، ده ماكت. احنا لسه اهو في البهو اللي في مدخل المتحف. طيب اول حاجة بقى بنشوفها هنا ايه هي بقى؟ ده الطائرة. يعني بيقولك ان دي القدماء المصريين اول من عرفوا الطيران. ده بيوضح لك اهو، ده تاريخ الطيران في مصر عن طريق الفراعنة اهو. بيحكي ايه بقى؟ بيقول لك ان القدماء المصريين اول من عرفوا علوم الطيران في العالم، وعشان كده هم، واللي اكد الكلام ده ان هم عثروا على نموذج خشبي مصغر لشكل طائر في مقبرة عمرها 2000 عام قبل الميلاد. هي دي بقى النموذج المصغر للطيارة، او اللي هم بيقول لك ان المصريين او القدماء المصريين يعني اهو، يعني ديل وجناحات، كل ده واضح قدام حضرتك. تعال بقى ايه، نتفرج على الحيطة اللي بتوضح لك تاريخ الطيران. انا عارف ان انتم منتظرين نتفرج مع بعض على الطيارة اللي هي اللي اسقطت الطيارات الاسرائيليه. هنتفرج عليها دلوقتي. بس احنا دلوقتي قدام ايه؟ قدام حائط، مش اي حائط. الحائط ده بيتكلم على تاريخ الطيران، وان المصريين اول من عرفوا علوم الطيران. وده ثبت عن طريق ايه؟ اللي هو الشكل المصغر اللي انا كنت وريت لحضراتكم بره من شويه كده، ان هو ده اهو جناحات وديل، بيوضح بالظبط ان هم اول من عرفوا. طيب اول محاوله بقى للطيران الفعلي اللي هو عباس بن فرناس في الفتره من 810 ميلادي لحد 887. ده الفتره اللي هو عاش فيها، ودي اول تجربه، اول محاوله طيران لحد عربي. تمام. طيب احنا هنستمر بقى، احنا في المشي اهو. عام 1500 ميلادي وضع الفنان الايطالي دافنشي رسومات لآلة طائرة ذات أجنحة زي ما حضراتكم شايفين اهي. ده اهو النموذج بتاعها. تمام. طيب دي كلها نماذج وحاجات، انما احنا دلوقتي اول طيارة مصرية شاركت في حرب اكتوبر اهي، هي العظيمة دي. اول طيارة اهي هنشوفها دلوقتي. دي الطيارة اللي شاركت في حرب اكتوبر اهي، وهنتفرج دلوقتي عملت ايه. اتفرجوا بقى تفاصيلها عامله ازاي. دي طياره روسيه شاركت في حرب اكتوبر. اتفرجوا. الموضوع مش مقتصر على يعني اي حد يقدر يجي هنا. احنا قاعدين ومش عارفين ان في حاجه سهل جدا انك انت تجيها في صلاح سالم. انت بتبقى ماشي اصلا عليها ومش شايفها. ولو انت حابب انك تيجي هنا عن طريق المترو، والله الموضوع بسيط. ارض المعارض ميكروباص هينزلك قصاد المتحف. هتخش بقى من بوابه، هتخش تقطع تيكت، وكلها حاجات مش متخيلين ان هي اصلا موجوده، وبتيكت بسيط قوي يعني. والاطفال بنص الثمن. وفي حاجات كتيره جدا هنا للاطفال هتبسطهم وهيستمتعوا جدا جدا في المكان التحفه ده. شايفين الرصاص؟ شايفين المدفع الرشاش اهو؟ احنا كده اهو، احنا قدام حاجه تحفه بجد. شايفين كابينة قواتنا او رجالتنا نسور السماء اللي قدروا. انا اول مره اقرب من طياره حربيه والمسها. انتوا متخيلين عامله ازاي؟ طياره حربيه فعلا شاركت في حرب 73 وقدرت تهزم الاسرائيليين في معركه الاسماعيليه. الموضوع مش بس كده، لا، دي بقى اللي قدام حضراتكم دي اول طياره مصريه تصنيع مصري 100% اهي. تعالوا بقى نتفرج بقى احنا عليها. القاهره 300 اهي شايفين؟ احنا طبعا انا هحكي لكم اهو تفاصيلها، وبعد كده نبدا بقى احنا نصورها واحده واحده. دي تم انشائها سنه 65 اهي. شايفين التفاصيل؟
كل حاجه واضحه قدام حضراتكم. تعالوا بقى نتفرج بقى احنا عليها ونستكشفها مع بعض. اول نموذج لطياره مصريه 100%. انت هتيجي هنا هتنبهر حقيقي بالمكان ده. غير بقى لسه بقى احنا هنتفرج بقى احنا دلوقتي على قاعه عرض افلام عن حرب اكتوبر واقعيه 100%. غير برضو بيعرضوا افلام كرتون عشان توصل المعلومه لاطفالنا الصغيرين برضو عشان يعرفوا. بصوا التفاصيل عامله ازاي. بصوا طبعا المحرك جوه اتش 300 دي تصنيع مصر 100%. متحف القوات الجويه. طيب تعالوا بقى نتفرج على المحركات بتاعت الطيارات. دي محركات حقيقيه اهي، شايفين؟ انت بتقرب فعلا منها بتشوف المحرك. وطبعا في طلبه هنا بتيجي تتفرج على اللي هم طلبه القوات الجويه، بتيجي هنا تتفرج برضو على تفاصيل تصنيع الطيارات من الداخل اهي، شايفينها؟ دي يركب عليها عدد 5 ريشه وتعتبر هي العامل الاساسي في اقلاع الطياره. شايفين اهي. طيب تعالوا بقى نتفرج برضو على محرك طياره تاني. الله اكبر. شايفين المحرك عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين التفاصيل؟ انت قريب جدا من محرك طياره. انت اخرك مثلا لو شفت طياره بتشوفها من بره او من بعيد زي كده، يعني انت اخرك بتشوفه كده صح؟ اول مره بقى هتبقى انت شايفه من جوه. شايفين عامل ازاي؟ متحف القوات الجويه موجود هنا في مطار الماظة على صلاح سالم. حابب تجيب المترو هتيجي بمنتهى البساطه، هتركب المترو تنزل ارض المعارض، ميكروباص هيجيبك لحد هنا، تاكسي اوبر اي حاجه هيجيبك هنا وهو مش بعيد. وانت من بوابه من بره هتخش جوه، الدنيا لذيذه خالص. الناس هتستقبلك هنا. المواعيد من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 3 العصر لو حضرتك حابب ان انت تيجي انت واولادك. طبعا بقى في بره كيدز اريا وفي جوه ساحه كبيره مليانه طيارات بتوضح لك الدنيا كلها. طب تعالوا بقى نشوف بقى المحرك العملاق ده. شايفين عامل ازاي؟ الله على الجمال ما شاء الله. دي كلها مواتير لطيارات. طيب ده برضو المكان ده لو في بقى اطفال حابه انها تيجي بيعلموهم هنا زي قص ولزق وازاي ان هم يصنعوا طياره مصغره كده. هم بيعلموهم يعني الحاجات دي كلها موجوده هنا عادي جدا. ده محرك طياره ميج 17 اهو، شايفين عامله ازاي؟ دي كلها متاحه ان انت تتفرج عليها. يلا بينا. طيب النموذج اللي قدامنا ده بقى ده اول طياره جت مصر اهي، ودي برضو ليها قصه يعني مش لا دي اول طياره جت مصر. وجنودنا دولت برضو يعني شايفين عامله ازاي؟ هي طياره انجليزيه وجنودنا اتعلموا عليها اللي هم الثلاث نسور جويه اهم. دولت يعني صوره يعني ليهم اهم لما جم بيها. وطبعا برضو مراحل مجيئهم او تدريبهم من بريطانيا سنه 32 يعني هم جم سنه 32 وعدوا ب 13 محطه عشان يجوا مصر، ورفضوا ان هم الطياره بتاعتهم تيجي عن طريق السفينه واصروا ان هم يجوا هنا مصر سايقين الطياره ديت اللي هي قدام حضراتكم اهي، اللي هي دي كانت طياره تدريب عشان يبقى عندنا رجاله تحمي سمانا. تعالوا بقى نتفرج على اللي هي حطام الطائره الاسرائيليه اللي رجالتنا وقعوها. طبعا دي زي ما قلنا لحضراتكم دي اللي هي الطياره التصنيع مصري، ودي طياره شاركت فعلا في حرب 73 اهي قدام حضراتكم. كل التفاصيل موجوده. وده ماكت لمطار حربي اهو. انت بقى ابنك مثلا بيقول لك يا بابا انا نفسي اطلع طيار، مش نفسي بحلم كده، لا هاته هنا هيتفرج وياخد جوله وهيحب الموضوع اكتر، وهيبقى فعلا ده حافز ليه ان هو يشارك في النسور الجويه اللي بتحمي سما مصر اهو. اتفضلوا. شايفين دي كابين الطياره او ماكت لكابين الطياره فعلا اهي. شايفين عامله ازاي اهي؟ شايفين كل حاجه. طبعا بقى الميزه فيها اللي هي مكتوب قدامها لوحه بتوضح لك ايه ده. تمام. ده بقى مستودع الكنابل اهو. ده حقيقي يا جماعه. انت قدامكم قنبله حقيقي مش هزار اهي. 202 اهي. شايفين عامله ازاي؟ منظرها مبهر قوي بصراحه. بص عامله ازاي. طيب نكمل بقى
تعال الاول بس قبل ما نخش على حطام الطياره اللي انت قدامها اهو، دي حطامه اهي. ده كان مصيرهم لما دخلوا قصاد قواتنا المسلحه اهو، ده كان نهايتهم. ودي تعتبر كانت من اطول واضخم اشتباك جو في تاريخ الحديث للقوات الجويه المصريه اهي. تم اكتشافها كهدف معادي، وعلى طول ايه الطيارات بتاعتنا قامت طالعه، قامت استهدفتها وخلتها زي ما حضراتكم شايفين كده اهي على الارض اهي مرميه، وهيفضلوا كده ان شاء الله.